اهلا بيكم في كلام الهام. احيانا بنحس ان احنا مضغوطين قوي، وكل حاجه بقى في الدنيا جايه علينا، ومسؤوليات كتير حوالينا واحنا مش عارفين نغطي على كل ده، ونقعد نلوم نفسنا. انا ازاي ما قدرتش اعمل كل اللي مطلوب مني ده؟ ازاي سبت الموقف الفلاني يعدي من غير ما احله؟ ازاي الشغل الفلاني ده ما خلصتوش في الوقت اللي كان مطلوب مني ان انا اخلصه فيه؟ لا، عملت جزء منه وما قدرتش اكمل الباقي. ازاي اعمل كده؟ ازاي مسؤوليات البيت اللي وراكي انت كست ومسؤولة عن بيت ما عملتيهاش كلها، وولادك كان المفروض توديهم فين وما قدرتيش عشان كان عندك حاجة تانية شغلاكي، او حاجة في البيت كان المفروض تنظفيها لكن انت ما عملتيش كده لان الوقت ما كانش كافي؟ ونبتدي نلوم نفسنا ان احنا مش سوبر وومن ولا سوبر مان ولا زي الاخطبوط ب50,000 رجل وممكن بقى نعمل مليون حاجة في نفس الوقت. الحقيقة الاحساس ده غلط وبيزود من المعاناة النفسية بتاعتنا. هديلكم مثال: لو جبنا ازازة هي ليها سعة معينة، وجبنا شفشق كبير مليان مية وابتدينا نصب المية دي جوه الازازة، الازازة اتملت والمية خرجت منها، ده عيب الازازة؟ لا خالص، هي ليها سعة معينة، ليها قدرة على الاستيعاب معينة، احنا اللي مليناها باكتر من تقدر تشيله. ده بالظبط اللي احنا بنعمله في نفسنا، بنحمل نفسنا فوق طاقتنا وبنلوم نفسنا ان احنا ما قدرناش نخلص كل ده. لا خالص، ما نلومش نفسنا، نعرف ان احنا بني ادمين ولينا طاقة معينة، نقدر نعمل حاجات ونقدر نأجل حاجات لوقت تاني. ليه نلوم نفسنا بقى؟ خالص، نكمل اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش نعمله في وقت تاني عشان نبقى مرتاحين من جوه، لا في تأنيب ضمير ولا في ضغط علينا خالص. ريلاكس كده والدنيا بتمشي.